ومين فيك يا بلد ما وقفش 3 ساعات في المواصلات؟ الساعه 7 الصبح، الساعه 2 بعد الظهر وانت راجع من الشغل، ما تقعد في المواصلات تقريبا تفضل واقف نص ساعه عشان تلاقي المواصله اللي هتوصلك لحد الشغل بتاعك او المشوار بتاعك. تحس ان الناس كترت فجأة والميكروباصات قلت، عندنا انفجار سكاني، وده بيبان جدا وانت رايح الشغل. يعني انا اراهنك وانت رايح الشغل الصبح انك انت بتركب في 10 دقايق ولا حتى في نص ساعة، انت ممكن تقعد ساعة الا ربع ساعة واقف في المكان بتاعك مستني الميكروباص يجي عشان ياخدك لحد الشغل. يعني لو شغلك الساعة 8 وانت هتطلع من بيتك 7، انت غالبا مش هتلاقي، هتروح الشغل متاخر. والمصيبه بقى انك لما تروح الشغل متاخر عشان مفيش مواصلات يخصموا لك، فيعني تبدا يومك وانت متضايق اصلا. وكفايه انك بتصحى الصبح اصلا تبقى واقف نص ساعه عشان تلاقي ميكروباص وتركب في الزنقه والزحمه ده كله، انت كده بادئ يومك وانت متضايق. اليوم بادئ غلط يا شباب، اليوم بادئ غلط. نعمل ايه؟ نشتري عربيه. اقل عربيه دلوقتي تقريبا 700 800 الف جنيه. لو مرتبنا 7000 جنيه فاحنا محتاجين نحوش تقريبا 200 سنه عشان نجيب عربيه. الحل يا شباب اللي احنا نطلع بدري. الحل لو انت شغلك الساعه 8 ما تطلعش 7، لا تطلع الساعه 6 ونص. تقول لي عايز انام، لا 6 ونص تلحق شغلك، غير كده هتترفد من شغلك قريب بسبب التاخير المستمر. يعني كمان من المواقف الجميله جدا في الميكروباصات اللي هي قصص الحب المنتهيه، اللي انت يعني عارف انت نظرات الحب اللي دايما تبقى انت مثلا راكب في الميكروباص كده واحده ومعدي مثلا، ففي واحده ايه واقفه في الموقف، فانت تشوفها فتبص لها وهي تبص لك، تعجب بيها وانت تعجب بيك على حسب يعني، فتبقى نفسك تحصل اي حاجه عشان تكلمها في الموضوع. بس ده ما بيحصلش لان قصه الحب دي اخرها 5 6 7 ثواني، يا دوب الميكروباص يعدي من قدامها كده قصه الحب دي انتهت. فهو الموضوع ودينا يعني لا، تبا لحب المواصلات، تبا لحب المواصلات. الواحد حاسس ان في فرص كتير بتضيع عليه، يعني يا ريتني كنت سواق ميكروباص. نعمل ايه بقى الدنيا. وكمان من المواقف الطريفه في المواصلات السواق والكرسي اللي جنب السواق. السواق دايما عفوا السواق دايما يحب يركب بنات في الكراسي اللي جنبه. اموت واعرف اشمعنى، بس طبعا انت كذكر عادي جدا اكيد ما تحبش تشوف خلقه ولاد جنبك، تحب تشوف حاجه طريه عشان تطر المواصلات وانت رايح وانت جاي، يعني انت عايز تطر الطريق. فالموضوع بس دي حاجه مستفزه جدا، يعني حاجه مستفزه لما اجي اخبط على حضرتك او اجي افتح الباب فاللي هو الاماكن محجوزه، ارجع اقعد ورا، بعد كده واحده جت قعدت قدام عادي جدا. انت كسواق لا خدت زياده في الاجره يعني، ولا كده هتقدر تلمسها عشان عارفك متحرش يا حيوان. فاهم الموضوع؟ استفدت ايه؟ يعني انت جاي بتخنقني انا بس يعني؟ الله اللي اتقادر. المواصلات معروفه في مصر دلوقتي ان هي بتتقطع، يعني لو انت مثلا بتاخد مشوار من حلوان للجيزه او طريق طويل شويه، مش هيوصلك الطريق الطويل ده بتاتا، هيقطعه. ليه؟ عشان ياخد اجره اكتر. هو بدل ما ياخد مثلا نص ساعه ولا ساعه الا ربع وياخد من كل واحد 12 جنيه، ليه؟ طب ما انا اقطعه، انا اخد من مثلا من حلوان للمعصره اخد فيها 5 جنيه، بعد كده انزلهم كلهم واعمل ان انا بلف وارجع تاني اخد من المعصره لحد مش عارف دار السلام اخد 10 جنيه 15 جنيه، ارجع اخد من دار السلام لحد الجيزه. فاهم الموضوع؟ فلا لا الناس ما بقاش عندها ضمير، وما بقاش عندها يعني زي ما تقول كده ايه، بقت الناس مستغله. احنا بقينا عايشين في مجتمع مستغل، احنا بقينا وسط ناس مستغلين. يعني انا بضم صوتي من دلوقتي، واللي اي سواق ميكروباص ممكن يتفرج عليا اللي هو بدل ما تشتمني في الكومنتات، ابوس ايدك خلينا نوصل يعني. فاهم الموضوع؟ ابوس ايدك يعني خلي الطريق دايركت. انا مش عشان اوصل للجيزه هفضل انزل 3 مرات عشان خاطر حضرتك تكسب يعني. والله طب ما انا كده بخسر، انت هتكسب على خسارتي انا. يرضيك يا سعاده الباشا سواق الميكروباص المحترم الكمل يعني؟ عيب. انا ممكن يعني احوش اشتري ميكروباص واعرف اخد حقي منك ازاي يا بعيد، غير ان اقول لربنا سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ما تعرفش هو غلطان ولا مش غلطان يعني ربنا بيرزقك بالحلال.